السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبايبي عاملين إيه؟ إن شاء الله تكونوا بخير دايمًا يا رب. النهارده هنعمل الشيبسي بطريقة سهلة جدًا، طبعًا الشيبسي لازم نعملها بالبطاطس الحمرا دي عشان تدّيكِ نتيجة كويسة أوي. أنا جايبة 3 بطاطسايات غسلاهم كويس أوي ومنضفاهم، هابدأ أقشّرهم بالمقشار زي ما أنتِ شايفة، طريقة سهلة جدًا هتدّيكِ نتيجة كويسة أوي، وفي نفس الوقت تلاقي شيبسي أنتِ بتاكليه زي طعم الشيبسي الجاهز اللي أنتِ بتشتريه، هتحطّي الأطعمة اللي أنتِ محتاجاها يدّيكِ النتيجة اللي أنتِ عايزاها. خليكِ معايا هاجيب لِك حاجات توابل من البيت، وحاجات مكونات موجودة من البيت، مش هتأثّر عليكِ خالص، وهتحسّسِك إنِّك أنتِ جبتِ نتيجة أجمل نتيجة وصلتِ لها بمكونات سهلة وبسيطة، مش هتكلّفي نفسِك أبدًا. زي ما أنتِ شايفة أنا باقشّر البطاطس، باشيل أي حاجة فيها أي حاجة ما اتشالتش لو عين أو أي حاجة موجودة في البطاطس باشيلها. باحاول إن أنا أجيب بطاطس شكلها متساوي، بحيث إن أنا تطلّع لي الشيبسي شكل حلو، دواير زي ما أنا عايزة أو طولي زي ما أنا عايزة. طريقة سهلة جدًا وبسيطة، زي ما أنتِ شايفة. فعلًا هتوفّري على نفسِك كتير. كيس شيبسي دلوقتي بتشتريه ب10 جنيه بيبقى فيه كمية قليلة جدًا ما بتقضّيش أي حاجة. لو طفل هياكله وهو قاعد، فأنا طبعًا حاجة أساسية تبقى موجودة في الفطار أو في العشا. أنا قشّرت كده البطاطس أهيّة جاهزة معايا وغسلتها تاني بعد ما قشّرتها، وهاقول لِك بقى لو أي شبّاسة عندِك، أي حاجة موجودة متوفّرة. طبعًا إحنا يعني الشبّاسة دي أنا من زمان أوي، شبّاسة نوعها قديم، طبعًا ما باستخدمهاش دايمًا وكده، فمش محتاجة إن أنا يعني مش مضطرة إن أنا أجيب واحدة جديدة أو نوع جديد مختلف عشان خاطر إن أنا أعمل شيبسي، هي بتأدّي الغرض وخلاص. أي شبّاسة موجودة عندِك أنتِ بتعملي بيها، زي ما أنتِ شايفة باعمل البطاطس بسرعة أوي وحلوة ما شاء الله، هتدّيني نتيجة كويسة، هتدّيني شرايح متساوية، ما فيهاش أي مشكلة خالص. ما فيهاش حاجة حتّة عالية أو حتّة واطية، على حسب حركة إيدِك وعلى حسب سرعتِك أنتِ بتطلّعي الشيبسي إزاي. أنا بعد ما هاكمّل الكمية بالطريقة دي، هاورّيكِ أنا شكل الشيبسي عامل إزاي وشرايح عاملة إزاي، وفعلًا يعني طريقة سهلة جدًا وبسيطة، ما بتاخدش وقت ولا مجهود، في أقل وقت هتعملي أكبر كمية شيبسي، فعلًا بيعمل كمية جامدة أوي. يعني أنا عملت 3 بطاطسايات، هاورّيكِ الكمية اللي هي هتطلّعهم قد إيه، ما شاء الله. كمان لمّا بتحمّريه وبتقليه بيورّيكِ يعني بتبقى الكمية متضاعفة. يعني ممكن دلوقتي لسه طبعًا أنتِ ما بيبانوش إن هي كبيرة أو صغيّرة، لكن أول ما بتعمليها بتحمّري الشيبسي، فعلًا بتبان معاكِ الكمية، بتبقى كمية كبيرة. أهم حاجة ما تنسينيش لايك وشير وسبسكرايب ونفعّل الجرس عشان يوصلنا كل جديد. وصفة بسيطة جدًا وسهلة، أنا هاوريكِ أهيّة شرايح البطاطس شوفي عاملة إزاي. كل ما عايزة شرايح البطاطس كبيرة كبّري البطاطساية، أو ممكن تعمليها بالطول، يعني بدل ما تعمليها بالعرض من فوق كده كدايرة تعمليها بالعرض هتدّيكِ شرايح طويلة أوي. أنا دلوقتي هافضّي الشيبسي زي ما أنتِ شايفة شرايح الشيبسي في الطبق، واغسلها بقى كويس أوي. أهم حاجة إنِّك أنتِ عشان تحصلي نتيجة كويسة تغسلي الشيبسي ده لغاية لمّا يطلّع يعني النشويات اللي فيه، يعني ما يبقاش فيه أي حاجة. زي ما أنتِ شايفة أنا دلوقتي حطيته. هاجيب بقى ملح وبابريكا وكركم وهنا كاري، شطة حمرا وملح، توابل بسيطة جدًا موجودة هتطلّع معاكِ، يعني ممكن تحطي الخل بقى جميل جدًا، هاحط يعني معلقة أو معلقتين خل، بيدّي طعم جميل أوي جدًا في جِبت دلوقتي مَيّة، كوباية مَيّة. أنا زي ما أنتِ شايفة بقى حطيت التوابل اللي عندي كلّها والحاجة اللي معايا، هاقلّبهم كويس. شايفة اللون فعلًا الكاري مع الكركم مع الشطة وتوابل الفراخ، أو على حسب راحتِك الطعم اللي أنتِ تحبيه. أنا ما فضّلتش هنا أحط مرقة، لو أنتِ عايزة طعم الفراخ حطّي توابل فراخ أحسن. باقلّبه كويس أوي زي ما أنتِ شايفة وأنقعه فيه. الكركم بيدّيني لون جميل أوي للشيبسي، ما بيخلّيش مثلًا مغيّر معايا أو محروق. زوّدت المَيّة على حسب أنا عايزاه يتنقع معايا، باسيبه بقى ساعة، ساعتين على حسب ما أنا عايزة. لو مثلًا أنا هاعمله للعشا ممكن من العصر أو المغرب إن أنا أعمله وأنقعه كده لغاية لمّا آجي أعمله. لمّا آجي أقليه لازم بقى أطلّعه من المَيّة دي وأصفّيه كويس أوي جدًا، عشان خاطر إن أنا أعرف أقليه، زي ما أنتِ شايفة كده. أنا دلوقتي هاصفّيه، هاحطه في المصفى زي ما هو، زي ما أنتِ شايفة صفّيت الرز، وهابدأ أصفّيه على أساس إن هو ما يقعدش فيه مَيّة خالص عشان ما يعملش مَيّة معايا في الطاسة ويفرقع بقى ويعمل الزيت. طريقة سهلة زي ما قُلت لِك، شايفة المَيّة دي، التتبيلة دي أنتِ ممكن لو أنتِ هتعملي كمية شيبسي تاني في نفس الوقت ممكن تحطيها فيها، لإن هي ما فيهاش أي مشكلة خالص. أنا كده خلّيت الشيبسي اتطعم أوي بطعم التوابل والخل والملح. لو أنتِ حابة شطة وليمون ممكن تعصري شطة وليمون مع الملح، كده خلاص هيبقى بالشطة والليمون.
يعني فعلًا طريقة سهلة وبسيطة تاخدي طعم جميل جدًا للشيبسي، كفاية بقى مواد حافظة وكفاية بقى ألوان صناعية، إحنا كده مش محتاجين أي حاجة، وهنبدأ نقليه مع بعض وهاوريكِ الشيبسي هيطلع إزاي وكميته قد إزاي. أهم حاجة زيت غزير أو في طاسة غويطة وتحطيها زي ما أنتِ شايفة. أنا هاستنى الزيت لمّا يسخن وهابدأ بقى أنزّل فيه شرايح الشيبسي واحدة، واحدة. وبعدين أهم حاجة في التقليب المستمر، يعني لمّا آجي أنزّله أنا دلوقتي يعني زي ما أنتِ شايفة الزيت خلاص أنا باجرّبه أشوفه عمل إيه معايا. بدأ خلاص أهوّة يسخن. أول ما ألاقيها سِخِن كويس أوي، بابدأ أنزّل، بس أنا حبّيت إن أنا أجرّبه وأشوفه هو وصل للدرجة اللي أنا عايزاها والّا لأ. شُفت التانية بقى فرقِت بقى الزيت بدأ يشتغل معايا. بعد ما أرُص كده باحاول إن أنا أحُط كل واحدة بعيدة عن التانية عشان خاطر ما تلزقش فيها. وهي أول ما كده يعني بتصحى في وحديها كده وتوسّع مكان معاكِ، بانزّل برضه كمية شيبسي كويسة أوي زي ما أنتِ شايفة. وبعدين أول ما أنا أخلّص كمية الشيبسي اللي أنا هانزّلها في الطاسة، أبدأ أقلِّب تقليب مستمر عشان أحصل على نتيجة كويسة جدًا. فعلًا طريقة سهلة وبسيطة وما بتاخدش معايا أي وقت، زي ما أنتِ شايفة أنا لسه باحُط أهوّة. لون الزيت هيبقى من الكركم شايفة لونه أصفر إزاي. اللون ده هيأثّر على لون الشيبسي، هيخلّيه فاتح ولونه جميل زي الشيبسي بتاع برّه بالضبط، ما فيهوش أي اختلاف. سهل جدًا وبسيط، ما أقولكيش على قرمشة قد إيه والطعم جميل قد إيه. فعلًا طريقة سهلة. أنا دلوقتي حطيت الكمية كلّها زي ما أنتِ شايفة، هابدأ أقلِّب كده. كل ما تقلِّبي فيه تاخدي نتيجة أسرع يعني ونتيجة أحلى، ما بياخدش معايا وقت خالص ولا أي مجهود. إن شاء الله بإذن الله يعني شايفة الطريقة عاملة إزاي وسهلة إزاي وبسيطة إزاي. دلوقتي أهوّة بدأ خلاص ياخد معايا اللون اللي أنا محتاجاه. هابدأ بقى إن أنا أجيبه وأشيله زي ما أنتِ شايفة، حبّة، حبّة، وأروح أنفّضه كويس أوي من الزيت بالصفّاية دي زي ما أنتِ شايفة، وهاكمّل الكمية بالطريقة دي. باطلّعه لون زي ما أنتِ شايفة فاتح جدًا وجميل، ما فيهوش أي حاجة. فعلًا طريقة سهلة وبسيطة ما خدتش معايا أي وقت. كل ما الزيت بيسخن معاكِ بتبقى النتيجة معاكِ أسرع، وبتيجي معاكِ بسرعة، يعني فعلًا ما بياخدش وقت ولا مجهود. ممكن يعني لو أنتِ لاحظتِ أنا مش حاطة كمية زيت كبيرة أوي برضه، يعني بيختصر معايا. شايفة الشيبسي عامل إزاي شكله بسم الله ما شاء الله، مقرمش فعلًا. سامعة يعني لو تسمعي صوت القرمشة حاجة عالية أوي. بيتكسر معايا بكل سهولة، هش جدًا وجميل. أتمنى الوصفة تعجبكم وأشوفكم في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.